السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي مصطفى حسنين. ده الجروب بتاعنا اسمه Professional Advanced Accounting Excel. يا ريت تعملوا لنا عليه لايك وتقدروا تتابعوا كل فيديوهاتنا على اليوتيوب، وتعملوا لنا مشاركة عشان تقدروا تشوفوا كل ما هو جديد على اليوتيوب. النهاردة هناخد حاجة بسيطة اسمها الفاتورة، وازاي نخلي الرقم الفاتورة دوت مكان هو واحد يبقى اتنين يبقى تلاتة يبقى اربعة، زي في اي دفتر فواتير عادي بيبدأ بسيريال من واحد واتنين وتلاتة واربعة. طب احنا عايزين ندوس على زرار كده يقلب لنا دوت مكان واحد، يقلب لنا اتنين، يقلب لنا تلاتة اربعة خمسة ستة كده، ويبدأ يحفظ لنا الفاتورة بتاعتنا ديت على مكان في الدي في السي في الاف، في ايا كان زي ما احنا هنشوفها النهاردة ان شاء الله. انا عايز اكتب الكود يطلع لي الصنف، واكتب انا الكمية بايديا يطلع، او المبلغ بتاع الصنف ذات نفسه بالمبلغ، ويقول له الكمية في المبلغ يطلع لي الاجمالي. طيب ايه تاني؟ تعال نشوف كده شكل الفاتورة كده. ده شكل الفاتورة. انا سايب لك طبعا فوق هنا البيانات بتاعتك، تقدر تحط فيها البيانات، ممكن تنزل من على جوجل فاتورة، اي فاتورة لو انت عاوز تنزلها. في فواتير ضريبية بيتحط فيها المسلسلات والارقام بتاعت الشركة وفي اسم الشركة، فانا سايب لك فوق هنا زي ما انت حابب. بس السيد هنا برضك اللي هو اسم العميل، ممكن تغيره يبقى عميل، ممكن تغيره تبقى مورد، ايا كان زي ما انت عاوز. انت عاوز تعمل ايه في الفواتير قدامك. ودي رقم الفاتورة، والكود طبعا في هنا أعمدة بس مش باينة اللي هي الخطوط. وهنا الإجمالي لو في خصم، لو في إجمالي بعد الخصم هيتحط، وبعد كده ضريبة المبيعات ولو في ليه باقي هيبقى ليه باقي قد ايه، والصافي قيمة. ده شكل الفاتورة بتاعنا هيطلع في الآخر كده على ورقة A4 ب A5 A5 أيا كان الطباعة، نوع الطباعة بتاعتك، وشرحنا الدروس قبل كده الطباعة بتاعتي. طيب هنا مثلا عندي مصطفى حسنين، ده عميل مثلا. انا عاوز اكتب التاريخ. التاريخ هنا مثلا تاريخ النهاردة، او ممكن انا ادخله يدوي، مفيش مشكلة. يعني ممكن تدخله يدوي او تخليه تاريخ النهاردة. فاحسن حاجة اللي انت تعمل كلمة يساوي today، هيطلع لي معادلة تودي، ادوس عليها دبل كليك، هو بيقول لي كل اللي انت هتعمله اقفل القوس ودوس انتر، هيطلع لك المعادلة بتاعت 20 النهاردة 20/6/2017، وتخليها كده في الجنب وتكبرها شوية تاني براحتك. ده رقم الفاتورة هيبدأ عندي مثلا من 4 أصفار 1، وبعد كده نغيره 2 3 4، مش هتفرق معايا. أنا عايز أحط الكود هنا يطلع لي الصنف، يطلع لي الكمية بتاعتي أحطها أنا بإيديا، يطلع لي المبلغ أوتوماتيك، ونقول له الإجمالي بتاعهم كام. أنا جيت فتحت شيت تاني اسمه شيت اللي هو فيه الصنف بتاعي، حطيت الأصناف. أنا عندي 100 صنف، هحط ال100 صنف عندي أيا كان من الأصناف بتاعتنا هنحط. طب المسلسل دوت، ده الكود ده اللي هيتحط بدل مثلا كلمة مسلسل يبقى كود، عشان الناس مثلا تقول لك لا ده أنا هخليها كود. كود ممكن الكود مثلا مكون من 5 أرقام، مكون من أيا كان، بس أحسن حاجة اللي انت تعمل 1 2 3 كده عشان تفهم بس الأكواد. بعد كده أعمل ايه أكواد، بعد كده ظلل على 1 و2، وتروح شده بالأوتوفيل في الاتجاه الأسفل، يبقى عندك 100 مثلا أو 200 مسلسل كده، 250 أهو ولا 246. وتكتب مثلا الأصناف بتاعتك على حسب الشركة بتاعتك، مثلا في مطاعم، في مكاتب، في مبيعات، مشتريات، أيا كان زي ما انت عاوز تعمل الفاتورة بتاعتك شكلها عامل ازاي. المهم اللي انت توصل للشكل النهائي بتاعك. هنا مثلا لو احنا بنتكلم عن مطعم، فبنحط مثلا بيبسي، فرخة، لحمة، عصير، تفاح. ممكن تزود من عندك عصير مثلا ايا كان. ممكن تحط فيه اسم، مش هتفرق معاك. وتحط اهم حاجة المبلغ 5 جنيه مثلا، ده مثلا 10 جنيه مثلا، دوت هيبقى مثلا شاي.
لو انت مثلا في مطعم تقول 5 جنيه. قهوة، ايا كان بقى من الانواع اللي معاك. طب هنا بقى نرجع للفاتورة بتاعتنا، هنحط بقى اسم الصنف اللي هو الأصناف ديت، اللي أنا هكتب الكود ده يحط لي اسم الصنف والسعر بتاعه. هعمل ايه؟ هاجي اكتب في الصنف كده معادلة اسمها فلوك، اكتب في ال فلوك اب، وهيطلع لي المعادلة تحت. طب الناس اللي هي ما بتعرفش تكتب المعادلة وتجيبها كده، باجي اظلل على الخلايا واعمل من اف اكس واجيب اول وامسح كده واكتب فلوك اب وادوس جو، يعني ابحث لي عنها، واقول له لوك اب، هيطلع لي المربع الحواري بتاعي يقول لي لوك اب فاليو. لوك اب فاليو اللي هو الكود بتاعي اللي انا هبحث بيه، اللي انا هحطه، اللي هو مثلا 1 2 3 100 250. الكود اللي انا هحط هنا يطلع لي الصنف بتاعه اللي قدامه على طول. طيب التمبل اريال اللي هي الجدول بتاعي، منين حتة بقى الجدول؟ انا هنا اسمه شيت الصنف، فهيكتب لي هنا شيت الصنف، بس مش هيكتب لي شيت الصنف، لا هو يعمل لي صنف ويعمل لي علامة تعجب، يعني معنى كده اللي هو بيقرا من شيت اخر، من شيت تاني. طيب انت عاوز ايه يا عم من الجدول اللي انت عامله؟ هقول له بس انا عاوز الحبة دول. لا طب ما انا ممكن ازود في 9 و10 و11 و12، وممكن ازود لغاية 100 صنف عندي. فاعمل ايه؟ اقول له لا هاتهم لي من A والبي والسي، معنى كده اللي هو بياخد العمود الاي كله والبي كله والسي كله. او ممكن تعمل حاجة كويسة، تروح عامل كده مثلا ومظلل عليهم، وبعد التسعة تروح مثلا مسح التسعة كده، وتروح عامل مثلا 10 تلاف. هتفرق معاك؟ لا مش هتفرق معاك. يعني كده انا بقول له الكود من اول A1 الخلايا A1 لغاية C10 تلاف، وC10 تلاف دي يعني انت مش هتدخل 10 تلاف. او تريح نفسك زي ما انا قلت لك وتروح مسحها وكاتب ال ABC، هتكتب لك من اول العمود A والعمود B والعمود C. طيب الحالة دي بس هعمل فيها حاجة اسمها معادلة التثبيت، بعمل لها F4، هيعمل لي علامة $، $، اللي هي بعد علامة التعجب دي بتاعت ال A يا جماعة ما ننساش. طيب $، بتاعت السي، يعني كده $، مش السي واخدة 2 $، لا $، دي بتاعت دي، عشان بس الصنف معمول له علامة تعجب ومكتوب الصنف بالعربي، فهي كاتبالي $، الأول، بعد كده الإيه، بعد كده نقطتين، بعد كده $، بعد كده سي. هلاحظ هنا اللي أنا عندي شيت 2 صنف، نخلي بالنا من هنا عندي 2 شيت صنف عشان أنا دوست على شيت الصنف. فهعمل إيه؟ هلغي ده. طيب هلغي ده كده تبقى هي الشيت صنف واحد فقط، والعمود اللي أنا واخده من هنا لهنا. طب نعيدها تاني كده، نمسح دي كلها واكتب له، اختار له شريط الصنف واختار له A B C واعمل F4. طب الناس اللي هي ما عندهاش F4 في الكيبورد او في اللاب او في ايا كان، هاجي عند حرف ال A واجي اعمل شيفت 4، واجي عند حرف ال C كده واعمل شيفت 4 قبل ال C وقبل ال A. طيب ايه تاني بقى؟ بيقول لي كولوم اندكس نمبر، بيقول لي انت الصنف بتاعك، او نيجي ننزل هنا جاب لي الفاتورة بتاعتي، بيقول لي اسم الصنف صح كده. طب هو الصنف هناك كان في العمود رقم كام؟ اجي ارجع للمعادلة بتاعتي اللي هي اللي فوق هنا، ارجع من هنا يا جماعة، مش هرجع اروح ادوس هنا على الصنف، لا ارجع اطلع فوق خطوة لفوق عشان يرجعني للشيت ده. الصنف رقم كام؟ عمود رقم كام؟ العمود A ده رقم 1، العمود B ده رقم 2، العمود C ده رقم 3. يبقى انا عاوز العمود رقم كام؟ العمود رقم 2. هاجي اكتب رقم 2 وانزل تحت اعمل رقم 0 دايما، او بنخليها 0 دايما معايا انا. طب وادوس ايه؟ بدوس اوكي. شايف هو كاتب لي ان ايه؟ يعني هنا الخلايا فاضية. انا لو كتبت 1 هنا بص هيطلع لي بيبسي، لو كتبت هنا 2 هيطلع لي فراخ، لو جبت هنا 8 هيطلع لي شاي. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هنزل بالاوتوفيل لغاية اخر حاجة عندي هنا اهي. باجي عند الشاي وبسحب كده، شايف النقطة الخضرا دي؟
في ساعات بيبقى عندهم عند الناس نقطة سودا، فهي بتبقى الاوتوفيل. وانزل تحت كده لغاية اخر حاجة. ده اخر حاجة عندي الكود ده، لو كتبت هنا يطلع لي ال ان. طب هنا لو نزلت كتبت واحد هيطلع لي بيبسي، لو انا كتبت هنا اتنين هيطلع لي فراخ. طب انا عايز المبلغ بتاعهم. اول لما ادوس الكود يطلع لي الصنف ويطلع لي المبلغ. خلي بالنا ان السعر بتاعنا في العمود رقم كام؟ 3. طيب هاجي عند المبلغ، هاجي اقف عند المبلغ وادوس يساوي فلوك اب. لو الناس قلنا مش عارفة تكتب فلوك اب وتدوس عليها دبل كليك هتجيبها من اف اكس، بس اهم حاجة تكون واقفة على الخلايا اللي هي فيها. انا هجيبها من اف اكس المرة دي اللي انا هكتبها وادوس عليها دبل كليك، هيفتح لي المعادلة بتاعتي. يا دوبك اقفل القوس. طيب انا مش فاهم المعادلة بتقول لي ايه، او انا لسه انا مش عارف انا هكتب جواها ايه الكلام ده كله، ده انا مش عارفه. هروح دايس شيفت اف 3. شيفت اف 3 هيفتح لي المربع الحواري بتاعي اللي هو انا فتحته فين في الاولاني من اف اكس. طب عشان ما اخدش وقت كتير يعني اللي انا اروح ادور عليها في الاف اكس واكتب المعادله، لا انا حافظها وفتحتها من شيفت اف 3 فتحت لي المربع الحواري على طول. هعمل ايه؟ لوك اب فاليو اللي انت القيمه اللي انت عايز تبحث عنها. انا عامل المعادله في الخلايا دي، يبقى انا لازم اخد الخلايا اللي انا هبحث بيها اللي هي A9. وجات لي هنا كام؟ A9. طب التمبل اريال بتاعتي اللي هي الجدول بتاعك فين؟ اقول له في شريط الصنف، واكتب شيت الصنف وعلامة تعجب كده، اختار لي شيت الصنف. قلنا نعمل ايه؟ A B C. كده هو خد لي العمود ال A والعمود ال B والعمود ال C. هعمل ايه الخطوة التانية؟ هعمل شيفت ال F4، يعني هاجي قبل ال A كده واعمل شيفت 4 هيحط لي $، واجي عند السي شيفت 4 كده ثبت لي المعادلة بتاعتي. طب الناس اللي عندها F4 تروح عاملة F4 على طول. طب شايف هنا جات لي هنا علامة بيقول لي ان في حاجة غلط، عشان لازم كانت الشيفت 4 تيجي هنا وتتمسح ديت مكانها. وانزل تحت او ادوس F4 على طول، امسح تاني كده معلش، واجي عند الصنف واجي اكتب ABC. طبعا الناس لما بتيجي تكتب دي بالانجليش تبقى اسهل لها وافضل ما بتكتبه بالعربي، عشان بيدخل في دوامة ان $، مش قارية بتاعت الاي ولا بتاعت السي. طيب اعمل ايه تاني؟ الاندكس قلنا العمود رقم كام؟ انا مش عارف ونسيت ونزلت الخطوة لتحت كده على طول. ارجع للخطوة اللي بعديها بالماوس، اروح واقف كده على رقم 2 كده اللي هي التمبرري، وهيرجع لي على طول. هعد بقى العمود 1 العمود 2 العمود 3، واتأكد ان السي ده عمود رقم 3. هنزل تحت اكتب كام؟ 3، وتحت قلنا 0. شايف هنا جاب لي 5 ازاي؟ انها سعرها ب5 جنيه، اللي هي الكود ده بسعره ب5 جنيه، اللي هو الشاي سعره بكام؟ ب5 جنيه. طيب هعمل ايه تاني؟ اسحبها بالاوتوفيل في الاتجاه الاسفل كده لغاية اخر المعادلة عندي. كده انا لو كتبت واحد هنا هيطلع لي واحد بيبسي ب5 جنيه. طب الكمية، عاوز احط الكمية يطلع لي السعر الاجمالي على طول. هعمل ايه؟ هقول له الكمية 2 مثلا. الشاي خد 2 في 5 بكام؟ ب10. طب انا عاوز يضرب ده في ده، هعمل ايه؟ هقول له يساوي ان الكمية في اسف يا جماعة في المبلغ، وادوس اوكي هيطلع لي 10 جنيه، واسحبها في الاتجاه الاسفل لغاية اخر المعادلة عندي هنا. طب هو شايف هو جاب لي ليه ان ايه؟ عشان هنا ان ايه، لو انا حطيت هنا واحد هيقول لي 5 جنيه في صفر. ليه؟ لان صفر في 5 بصفر. لو انا حطيت له واحد هنا يقول لي 5 جنيه. لو انا سحبت كده في الاتجاه الاسفل هيقول لي واحد في 50 ب50. طب واحد في ان ايه؟ بان ايه. طيب انا ما ينفعش مثلا الغي دي كده؟ ما ينفعش مثلا هنا ايه 3؟ ما ينفعش ادي للعميل فاتورة ان الحاجة دي بتاعته واحط تحت ان ايه كده؟ دي بتبقى شكلها وحش مع المحلات الكبيرة والناس الكبيرة. طب هعمل ايه يا مصطفى؟ اعمل ايه؟
في حاجة سهلها لنا الفيس، اسف، سهلها لنا الاكسل، ان تعمل بدل ما يتحط ان ايه، دي حاجة زي ايرور مثلا، خطأ او حاجة. لا، هو الاكسل ما فيهوش خطأ ويتعالج على طول. امسح الكود كده وهيبقى كله ان ايه، وامسح دي كده هيبقى كله ان ايه. هاجي عند الاسم الصنف، المعادلة رقم واحد اللي هي ان ايه. هعمل ايه؟ هعمل حاجة اسمها معادلة اسمها اف ايرور. ما تطلعليش الناتج ان ايه، لا طلعهولي مثلا فاضي، خليلي الخلية فاضية، او خليها لي بصفر، او خليها لي بايا كان. اف ايرور دي مش تبعنا، بس احنا بناخد الجزء بتاعنا اللي احنا نخليها فاضية. طيب انا بعمل ايه؟ انا هنا بيقول لي الفاصلة بتاعتك اللي هي بين كل كل مثلا حاجة فيها نقطة وكومة. يبقى انا عشان ده بالعربي عندي، التاريخ عندي بالعربي، فانا هحط الفاصلة والكومة ديت عشان بيقول لي انت رايح لحاجة تاني. واعمل علامتين تنصيص واقفل القوس بتاعي. طيب في لو الناس انجليش هتحط كومة اللي هي الواو، او اللي هي جنب الام، اللي هي الفاصلة دي لو التاريخ بتاعي بالانجلش، او على حسب جوه ايه. هنا نقطة وفاصلة، يبقى انا نقطة وفاصلة. طب وقبل الفلوك اب هحط حاجة اسمها اف ايرور اهي. اول لما كتبت اف على طول طلع لي معادلات الاف. انت عاوز تختار ايه؟ اقول له الاف ايرور، ادوس عليها دبل كليك، هيطلع لي الاف ايرور ويحطها لي في قوس. كده المعادلة بتاعتي بيقول لي انت المعادلة بتاعتك اهي. بعد كده لو المعادلة ديت لو مفيش حاجة هنا هحطها لك ايه، فاضية، وادوس ايه اوكي. شايف هو جابها لي فاضية ازاي؟ لو انا دوست واحد هنا ودوست انتر جاب لي بيبسي على طول. ليه؟ لان المعادله جوه بتقول لي لو هنا في كود هقرا لك، لو مفيش هحطها لك ايه، فاضيه، اللي هي بين علامتين تنصيص. لو انا ممكن كتبت ايا كان كده ودوست انتر وجيت مسحت دي كده، شايف اللي انا كاتبه جوه هنا ظهر. لكن لا، انا عاوزها فاضيه، يبقى انا علامتين تنصيص بس وادوس ايه، انتر. يبقى انا كده لو انا كتبت واحد يظهر لي، لو مفيش حاجه يديني ايه، يدهاني فاضية. اروح ساحبها بايه، بالاوتو فيل في الاتجاه الاسفل، خفالي كل ال ان ايه. لو انا كتبت هنا المعادلة بتاعتي هيطلع لي البيبسي على طول. طب تعالى نعملها مرة تاني وسريعة. انا المعادلة بتاعتي فاصلة نقطة وكومة، واعمل ايه، علامتين تنصيص واقفل القوس بتاعي. حاجة سهلة اهي. واجي عند الفلوك اب هكتب معادلة الاف ايرور وادوس عليها دبل كليك اهي. كتبت اف وبعد كده ادوس ايه، على دبل كليك على الاف ايرور اهو، دبل كليك جاب لي اف ايرور، وادوس ايه، انتر. خفالي المعادلة بتاعتي هنزل بيها للاتجاه الاسفل اهو، من هنا حتة من النقطة السوداء وبنزل بيها للاتجاه الاسفل خفالي. طب هنا اداني معادلة فيها غلط، هعمل ايه؟ اقول له ان الفاصلة بتاعتي والنقطة نقطة وفاصلة وعلامتين تنصيص واقفل القوس بتاعي. طب وقبل الدي احط اف ايرور، اف وادوس عليها دبل كليك، اف ايرور وادوس ايه، انتر. خفالي المعادلة بتاعتي وانزل ايه، بالاتجاه الاسفل بالنقطة اللي احنا عارفينها بتاعت الاوتو فيل. طيب انا كده خفيت المعادلات بتاعتي. شايف هنا لو انا وقفت على الخلايا هنا هلاقي المعادلة، وقفت هنا هلاقي المعادلة، وقفت هنا هلاقي المعادلة. هدوس واحد بيبسي، قال لي البيبسي ب5 جنيه، هحط الكمية واحد هيقول لي ب5 جنيه. هنا اتنين هيطلع لي الفرخة، اقول له مثلا اتنين، قال لي ب100 جنيه. طيب هنا مثلا عشان ما نضيعش وقت نروح شدنا بالاوتو فيل مثلا لغاية هنا، يبقى ايه، الكمية بتاعتي واحد، واروح شده بالاوتو فيل للأسفل. كده قال لي المجموع بتاعك كذا. طب انا عايز اعرف بقى ايه الاجمالي بتاعي كام. بقول له بيساوي حاجة معادلة اسمها صم. لو انا مش عارفها قلنا هنجيبها من اف اكس عشان ما نضيعش وقت. فانا كتبت المعادلة وادوس عليها دبل كليك. طب انا مش عارف المعادلة، هقفل القوس بتاعي وادوس شيفت اف 3. طب هعمل ايه؟ بيقول لي في نمبر 1، بيقول لي نمبر 1 اجمع لي مجموع الخليات من اول حاجة اسمها F9 ل F22 نهاية ايه، نهاية الاكواد بتاعتي،
وهي المعادلة بتاعتها تجمع لي من فوق من فوق المعادلة. ادوس ايه اوكي. قال لي انت كام؟ 210. يبقى دول مجموعهم كام؟ 210 جنيه. طيب لو في خصم او مفيش خصم اروح ايه ماسح. لو في خصم يبقى ايه ممسحش، واعمل اشوف الخصم بتاعي مثلا 10 5 1% 2%، ايا كان الخصم زي ما انت عاوز تعمل خصم. او مش عاوز تعمل خصم تروح شايف. بقول المبلغ الاجمالي في 10%. شايف دي خلايا اللي هي 10% باللون الاحمر، دي خلايا، والخصم دي خلايا، بس انا لازقهم جنب بعض. هنلزقهم منين؟ من الأعمدة بتاعتي. هنا نجيب العمود في الصفحة الشمال وال10% في اليمين، فيبقى الاتنين جنب بعض بالشكل ده، وادوس ايه انتر. يبقى انا ده في الخلايا دي طلع لي ب21. يبقى الإجمالي كام بعد الخصم؟ ان 210 ناقص ال21. قال لي انت الإجمالي بعد الخصم المبلغ ده. لو في ضريبة لو هنا غيرت 5%، قال لي انت 5% كذا. لو هنا 20% هيقول لي ب42. لو 50% هيقول لي 105. لكن لو 10% اهي. طيب هنا لو في ضريبة مبيعات بقى على حسب كل بلد، مثلا 13% عندنا هنا، فبقول له بيساوي المبلغ في المبلغ ده في 13 في. لو انا غيرت هنا 10 غيرت 5 غيرت ايا كان، هيضرب لي ده في ده على طول ويحط لي هنا بقى الاجمالي. هعمل ايه؟ هقول له ده زائد، عشان دي ضريبة مبيعات بتزيد على القيمة بتاعتها، واقول له اوكي. يعني ده زائد ضريبة المبيعات، اقول له اوكي. قال لي انت المبلغ بتاعك كام؟ قال لي الاجمالي كله 213 خمسة وكام 57 قرش مثلا. طيب انا عايز اعرف الراجل ده هيدفع لي، هل هو هيدفع لي 213 57 ولا هيدفع لي 214؟ يبقى انا عايز اعرف الباقي كام. يبقى انا القيمة المدخلة اللي انا احطها 250، حطيت 220 مثلا، اللي اقرب حاجة 220، يطلع لي المبلغ كام؟ يبقى المبلغ الكبير ناقص الاجمالي اسف، ناقص الاجمالي، وادوس ايه اوكي. طلع لي الباقي 6 جنيه. طب انا عايز اعمل القيمة الصافية بتساوي المبلغ اللي هو ال13 دوت، واقول له اوكي. ده قبل ده الباقي ده ملوش دعوة، مش هيتطرح ولا هيتجمع ولا اي حاجة. لا انا الاجمالي بتاعي ال 12 13 213 57. وهنا مثلا لو انا عايز افقط الرقم والتفقيط ديت ممكن انزلها لكم لوحديها عشان تطول شرحها. طيب هنا بقى ايه، خلصت كده الفاتورة بتاعتي. طيب انا عايز بقى ايه، اعمل حفظ للفاتورة واخلي الرقم ده يتسيف ويمسح لي اسم العميل لما اعمل له حفظ، واجي اعمل رقم الفاتورة رقم فاتورة تاني يخلي لي مكان واحد، يخلي لي مثلا ايه 000002. طب لما ادوس 2 كده، لما ادوس على الزرار كده يحول لي ده 2، يمسح لي بقى الاكواد دي انا مش عاوزها ومش عاوز الكمية. ولما يتمسح الاكواد هيختفي الحاجات المعادلات ديت. لو انا مسحت زي كده خفالي المعادلة بتاعتي، يبقى انا ايه مش عاوز الكود ومش عاوز الكمية دي. طب هنعمل ايه؟ هنخش في الجزء التاني ان شاء الله. هنكمل سلسلة الفاتورة ازاي بتعمل الترقيم اوتوماتيك. ويا ريت تخش على الجزء التاني وتتابعوا الجزء التاني ازاي تعمل الفاتورة اوتوماتيك.